خليكي ست ذكية ووفري في الميزانية. ليه تشتريه من بره نص الكيلو ب35 جنيه دلوقتي؟ طب وعلى ايه؟ ما احنا هنعمله في البيت بكل تكاية فيه، هيبقى بجد جميل جدا وبدون برم خالص. والفيديو ده بناء على طلب بعض المتابعين منكم. طبعا انا مقدرش ارفض لكم طلب، انا عارفة ان الفيديو اتأخر شوية، اعذروني. لكن المهم في الاخر ان انا نزلت الفيديو. يلا بقى بينا نبتدي ونشوف كده ايه الطريقة بتاعتنا. بس قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسيش اللايك والشير للفيديو لو عجبك، وسبسكرايب للقناة لو لسه ما اشتركتيش. انا كراميلا ودي قناتي كراميلا شيف الصغير، وجودك في القناة شيء يشرفني يا قمر. انزلي تحت الفيديو اعملي سبسكرايب وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد انزله من وصفاتي. تعالوا بقى نشوف كده القرمشة والجمال بتاع البقسماط بتاعنا. اسمعوا كده القرمشة. حاجة كده جميلة في منتهى الجمال، بجد حاجة تحفة. تعالوا بقى نشوف المقادير بتاعتنا. عندي هنا حوالي نص كوباية من المية الدافية او كوباية الا ربع، دي في بداية العجن يعني. عليهم كده ملعقة كبيرة من السكر، وملعقة كبيرة من الخميرة الفورية، ونقلبهم كده كويس. وخطوة مهمة قوي في الخطوة دي انك لازم تعملي اختبار الخميرة الفورية اللي عندك. يعني انا هنا هبتدي على طول كده قلبتهم بالمضرب ودوبت السكر والخميرة في المية الدافية، وهبتدي على طول انزل بالزيت وبعدين هنزل بالدقيق. لكن لو لسه ما اختبرتيش الخميرة او ما اشتغلتيش منها، حتى لو كانت يعني موجودة عندك في البيت، لازم تعملي اختبار الاول للخميرة. وده ان احنا هنجيب شوية مية دافية برضو، وعليها ملعقة صغيرة كده من الخميرة وملعقة صغيرة من السكر، وتتوبيهم كده كويس وتغطيهم وتسيبيهم من حوالي 10 دقايق لربع ساعة. قامت كده وعملت فقاقيع كده وزي الفل، يبقى خميرتك شغالة. غير كده يبقى ما تستخدميهاش، لانها هتبوظ معاكي الوصفة. اعتمادنا الكلي على نجاح الخميرة الفورية معاكي. طيب هنا انا بقى ايه الدقيق اللي انا نزلت بيه هنا؟ الاول هنا انا نزلت بحوالي تلت كوباية من الزيت، ونزلت ب3 اكواب ونص من الدقيق. في البداية كده بقلب بالاسباتيولا علشان بس يعني ما عكش كده في ايديا كتير. وبعد كده هبتدي ان انا انزل بايديا، واعجني بقى كويس جدا جدا في الخطوة دي. يعني حاولي كده ما يعني طلع كل غلك بقى في اللحظة دي. اهم حاجة في عجينة البقسماط تكون مخدومة كويس قوي، لغاية كده ما تلاقي العجين عمل معاكي كده عرق شديد، فهو ده اللي احنا عايزينه. هبتدي بقى هنا ان انا اضيف المية جنب مني مية دافية. ببتدي ان انا اضيف كده يعني بالملعقة حاجة كده يدوب، يعني اللي انا حطيتها دلوقتي يدوب تطلع ملعقة. وابتدي برضو اشرب المية دي خالص تختفي خالص من العجين عندي، لولا ما ابتدي احط تاني. وممكن ما تحتاجش مني تاني. هنا انا الفيصل كله بقى او المجمل كله بتاع المية اخدت معايا حوالي كوباية الا ربع من المية الدافية من اولها لاخرها. وما ننساش يا جماعة رشة الملح مع الدقيق بتفرق قوي. اخدها كده بقى على الرخامة عندي او على اي حاجة بتعجيني عليها، وابتدي كده ايه اوصلها للقوام والملمس الناعم جدا ده. المرحلة دي ما تقلش عن من 5 ل7 دقايق. يعني العجنة كلها ممكن تاخد معاكي 10 دقايق عجن. كل ما تخدميها كويس كل ما هتلاقي نتيجة افضل، فنركز قوي في الخطوة دي. طيب هنا انا غطيتها وهسيبها هنا ترتاح قد ايه؟ هترتاح بالظبط حوالي من 10 دقايق لربع ساعة، مش اكتر. احنا دلوقتي مش هنخمرها، لأ، هنخمرها لما نبتدي ان احنا نقطعها. ومش هنبرم يا جماعة البقسماط خالص خالص بدون اي تعب. بجد يعني طريقة انا واثقة انك هتعتمديها من النهاردة، وهتقومي حالا كمان تجربيها من سهولتها. هنا بعد 10 دقايق ما اختمرتش هي ولا حاجة، هي يدوب بس ارتاحت. وال10 دقايق هنا او الربع ساعة دي بتساعدني ان هي تتفرد معايا بسهولة. هجيب كده رشة من الدقيق، رشة خفيفة خالص يا جماعة، ما تكتروش، يعني حاجة كده بسيطة على المفرش.
وهجيب هنا ملعقتين او 3 ملاعق كبار كده من السمسم الابيض، يفضل الابيض مش المحمص، وعليهم ملعقه واحده بس كبيره كده من الميه، وابتدي اقلبهم واركنهم جنب مني، وهقول لكم ليه حطينا الميه دي على السمسم. دلوقتي بقى هبتدي ان انا اخد كوره من العجين وابتدي افردها، وهحط هنا كيس تلاجة علشان مش عايزه احط دقيق من فوق، علشان النشابة عندي ما تلزقش معايا في العجينة. فانا حطيت هنا كيس تلاجة كده، فتحته بالنص وفردته بالشكل اللي انتم شايفينه ده، ونضغط بقى كده بالنشابة ونفرد لغاية ما نخلي سمكها لا هو رقيق خالص ولا هو كمان سميك. مهم جدا لان لسه هيختمر معانا. نفرد كده. السمسم هنا بقى ليه حطينا له ميه؟ لاني لو حطيت السمسم على كده على العجينه هيلزق زي الفل خالص، هيدخل الفرن تلاقي كل السمسم نزل في الصاج عندك. ليه بقى؟ لان السمسم محتاج حاجه تلزقه اكتر في العجين، فالميه بتخلي حبيبات السمسم تبوش كده وهتلزق معايا بكل سهوله في العجينه. ركزي في كل الخطوات. دلوقتي انا فردتها بالسمك اللي انتم شفتوه ده، وهنا انا كنت بوريكم ان الدقيق خلاص مش ظاهر من تحت، وتتاكدي جدا من الحته دي. وهنا بقى هبتدي ان انا اعملها على شكل مربع او مستطيل على حسب طول البقسماط اللي انتي حباه. زي ما شفتم في بدايه الفيديو ده الطول اللي انا عملته. وهنا انا لسه هفرد العجينة برضو كمان حبة. دلوقتي هبتدي اضيف السمسم بتاعي واوزعه بشكل متساوي كده، يعني تبقى بالنظر يعني، وادي كده يعني ضغطات خفيفة كده بالنشابة من جميع الجوانب. هتقولي لي طب ما كده المستطيل اللي انت رسمتيه خلاص يعني راح. مش مشكلة، احنا وبنبتدي نقطع الصوابع بتاعة البقسماط هنبقى مركزين. ابتدي كده بقطعة البيتزا عندي، لو مش عندك بأي سكينة بسكريبر اي حاجة ترتاحي لها. بصي بقى السمك بتاعها، وابتدي احط في الصاج. انا هنا الصاج فرشت فيه ورق زبدة، ولكن ما دهنتوش اي مادة دهنية، زي ما احنا شايفين بالشكل ده. براحتك خالص علشان العجينة ما تبوظش معاكي. شايفين بقى يعني انا بشده كده بيرجع استك يا جماعة بيرجع تاني، وده طبعا بسبب العرق اللي احنا عملناه في العجن بتاعنا. علشان كده بأكد سر نجاح البقسماط الاساسي هو نجاح الخميرة الفورية بتاعتك والعجن بتاعك. اخدميها كويس هتديكي نتيجة افضل بكتير بكتير. ونبتدي بقى نرصه كده جنب بعضه. طيب هقولك بقى على تركاية حلوة هنا ركزي فيها قوي. اولا احنا وبنرص الصوابع بتاعه البقسماط كده على الصاج نحاول نخلي مسافة قليلة كده ما بين كل واحد والتاني زي ما انت شايفة كده. ليه؟ لان ده لسه هيختمر، هيدخل كمان الفرن وهيعلى شوية. طيب حاجة تانية كمان، لما تيجي تحطي صوابع البقسماط جنب بعضها بالشكل ده حاولي تساوي الصوبع، يعني ما يبقاش في حتة كده يعني مزوية، ما يبقاش يعني محطوط كده على الصاج بزاوية، لا يبقى كده مفروض مستقيم، لان ده اللي هيطلع معاكي البقسماط شكله كده حلو يفتح النفس، ومش هيبقى بقى حته شمال وحته يمين وفوضى بقى. تمام؟ فركزي قوي قوي في دول. طيب انا هنا هبتدي بقى افرد كمية العجين التانية. طب بالنسبة للزوايد اللي انا طلعتها دي عادي عادي جدا يا جماعة تتعجن من تاني. طيب لو طلعتي زوائد من بعد ما حطيت البقسماط، يعني من بعد ما قصينا بقى المربع ده او المستطيل واتبقى كده حتة من بعد فرد النشابة ما كانتش لذيذة وحلوة، هنعمل ايه؟ هنركنها على جنب لوحدها، وبعدين كل اللي هيطلع بالشكل ده بعد البقسماط بعدين نعجنهم عادي مع بعض. شايفين يا جماعة بجد مفيش بعد كده سهولة، ولا تقوليلي بقى برم، ولا افضل بقى اخد كل حتة وابرم لوحدها واساوي وحتة بقى تطلع اطراف البقسماط عالية وضخمة كده وشكلها مش لذيذ ويبقى في النص بس حلو. لا، دي الموضوع ان الشبه ده بيضمن لك توفير للوقت جدا، توفير للجهد جدا جدا كمان، وحاجة تانية بتطلعك كده صبع البقسماط حلو ولذيذ، وكمان تقدري تخلي كل صوابع البقسماط عندك متساوية بنفس السمك وبنفس الطول زي ما احنا شايفين كده اهو. شايفين يا جماعة بجد تمطيها كده ترجع تاني. طيب هنا بقى انا كنت خلصت اول صاج فكنت بوري لكم يعني.
وهنا هكمل باقي الكمية كلها. شايفين يا جماعة؟ استك استك يا جماله بقى. صدقوني بجد هتعتمدوا الطريقة دي، جميلة ولا هيفرش منك بقى ولا هيبوظ ولا اي حاجة. هنا كنت خلصت كل الكمية، طلعوا معايا 2 صاج بالشكل ده، وصينية كده صغيرة كده عسولة. وطبعا القطع الصغيرة دي اللي هم في الاخر خالص، فاللي هم عملوليش يعني مربع كبير. وبعد كده سبته يختمر حوالي من ساعة إلا ربع لساعة. بعد كده دخلته الفرن، فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 170 ل180، ما تزوديش عن كده. لو فرنك ما فيهوش ارقام هيبقى درجة حرارة متوسطة. طيب هيفضل قد ايه؟ سر التسوية ايه بقى يا كراميلا؟ هيفضل معاكي من حوالي 30 دقيقة ل35 دقيقة. طيب حاجة كده في التسوية لازم تركزي فيها، وهي كالآتي: ان انا بسيبهم حوالي اول 10 دقايق او اول ربع ساعة ما بفتحش الفرن عليهم. بعد كده ببتدي اشغل الشواية بتاعتي من فوق، والفرن لسه شغالة من تحت، وابتدي بقى ابدل في الصاجات. يعني احط الصاج ده من الناحية دي، الصاج ده من الناحية دي، لغاية ما ياخد معاكي التسوية الكاملة دي. علشان كده هنا متسوي معايا ومحمر خالص كده من الجوانب، ولذيذ وجميل قوي قوي قوي. بجد يا جماعة هتعتمدوها، هتقومي حالا تعمليها من سهولتها. سامعين بقى القرمشة الجميلة؟ بجد لا، تحفة تحفة يا جماعة. ما تنسوش بقى يا حبايبي ادعموني باللايك والشير للفيديو لو عجبكم. باي باي، اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة.